النقطة التانية بسرعة، الموت والفصلان. تسألني الموت يا متى يعني ان الانسان يموت وبعد عنك يتحط في صندوق؟ اقول لك لا، انا قصدي الموت الروحي. عشان كده معلمنا بولس قال كده في افسس 2 عدد 1: انتم اذ كنتم اموات بالذنوب، اسمع معايا، والخطايا. فتريت الذنوب والخطايا ايه اللي بيحصل؟ بتموت. عشان كده في اشعياء 59 عدد 2 الكتاب المقدس بيقول كده ان بل اثامكم صارت فاصلا بينكم وبين إلهكم. فتسألني يعني ايه ان الخطية تفصلني؟ اقول لك ببساطة كأن بالظبط كده انت بتعمل خطية فابليس يبني حجارة او يبني طوبة، فانا النهاردة بلم على الناس فابليس يحط حجارة او يحط طوبة. شغال تاجر ويمكن بلف الشوارع وببيع حاجة فبوزن موازين غش ومكتوب ان موازين الغش مكرها للرب فاحط طوبة. يمكن النهاردة انت سواق ولما حد يسألك انت فين تقول له انا داخل عليك، ويمكن انت لسه طالع من البيت فانت بتكذب فابليس يحط طوبة. يمكن بتنم مع الناس وبتزرع خصومات فابليس يحط طوبة. بتشتهي وبتبص نظرات وحشة فابليس يحط طوبة. اجي ابص الاقي ان ابليس حاطط سور منعني عن ربنا وفصلني بالكامل عن الرب. بتسألني النهاردة ايه الحل؟ الحل في ان السور ده يتزال، الحل في ان السور ده يتحاش، وده اللي حصل في الصليب. عشان كده في افسس 2 عدد 16 صالح الاثنين في جسد واحد مع الله بالصليب. الحل في الصليب اللي بتسمعني الليلة، وكأنه الصليب كده جه وحطم السور وعلى حساب الدم غفر الخطية، وصار الصليب المسيح اليوم هو الجسر اللي بيربط الشخص البعيد اللي يخليه قريب، وصار الصليب النهاردة هو عبور للمفديين. فلو النهاردة حاسس انك مفصول بسبب الخطايا اللي بتعملها وصار ابليس حاطط جسر، فانا عاوز اقول لك النهاردة لما تروح للمسيح وعلى حساب صليب اليوم يكون ليك حياة أبدية. والصليب هو اللي ياخدك من الضلمة للنور. السؤال للحيران، عمال تقول المسيح بيحبك، عمال تقولوا لنا المسيح بيغفر، عمال تقولوا لنا الصليب المسيح حلو. ايوه اعمل ايه؟ على صليب فاحنا حاطينه على بطاقة، في البطاقة مكتوب فيها مسيح. ويمكن تفتكر زمان لما كنت في المدرسة كنت بتروح مع حصص الناس المسيحيين، بتروح الكنيسة ايوه، وبصلي ايوه، يمكن بصوم ايوه، يمكن حافظ كام كلمة ايوه، ايوه عارف المسيح الصلاة من ايوه، عارف المسيح انه مات من ايوه، عارف المسيح انه اتولد في مزود. بس انت عاوز ايه مني تاني؟ انا محتار. عاوز اقول لك النهاردة زي ما قالت دليلة لشمشون قضاة 16 قالت له كده: بما انك انت بتحبني فازاي قلبك بعيد عني؟ بما انك بتحب المسيح ازاي قلبك اليوم ما راحش ليه؟ عاوز اقول لك النهارده تعالى بقلبك قول له: يا رب قلبي التعبان، يا رب قلبي اللي مليان بالشر جاي الليله بنادي يا رب وبقول لك، قلت كده يا ابني اعطني قلبك. وانا النهارده يا رب جاي بقلب حقيقي بقول لك صلح لان القلب عطل، صلح لان القلب مليان بالمرار، صلح لان القلب مليان بالتعب، صلح لان القلب اتملى بخراب. تعالى الليله نوروا على حساب صليب، تعالى الليله واديني حياه، تعالى الليله واتولد جواه. ايوه يمكن المسيح بيقول لك القلب مليان بأفكار كتيرة، القلب مليان بخطايا كتيرة، لكن اليوم لما المسيح يتولد في قلبك ينزع الشر ويديك خير، ينزع اللسان اللي بيشخليه بيبارك، ينزع القلب القاسي ليه قلب بيحب. لو النهاردة عاوز تختار، في اختيارين قدامك: يا تعيش في الضلمة يا تعيش في النور. في قدامك اختيارين: يا يكون ليك حياة أبدية مع المسيح أو جهنم. عاوز تعيش في حياة فيها سعادة ولا في تعاسة؟